حسب تعبيرها. تطلب من حضرتك انك تغني زهرة المدائن عينيا لو سمحت. اي مقطع. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. يا ليلة الإسراء، يا درب من مروا إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم، وإنني أصلي. نعرفها شوية. شكرا. يا سلام. شوية. شو بقول لك؟ لا والله انا ما غنيتهاش سابقا، شوية نعم. نعرفها بالسماع. ختام الشهادات بحضرتك الليلة من موسيقار وفنان معروف من القاهرة. حبينا أن نستمع إلى الأستاذ أمجد العطافي. بحييه. غنيتي طبعا من ألحانه، طبعا والأستاذ طبعا. أمجد غني عن التعريف، وسوف نستمع إلى رأيه بصوتك عبر الهاتف. ألو. الو، مساء الخير. مساء النور، تحياتي أستاذ أمجد. اهلا يا حبيبي. نحن سعداء بالاستماع إلى رأيك في صوت وأداء السيدة هادية جويرة. اولا طبعا تحياتي ليك يا استاذ زاهي، الله يخليك. يعني من قلبي بحييك على امسياتك المتجدده والمتنوعه والقيمه في الوقت ذاته، وان شاء الله بنشوفك قريبا. الله يخليك ان شاء الله يا رب. والله لانه نحن بيننا يعني موعد قديم، ولكن شايف ظروف لبنان كيف كانت بهالسنتين. يعني كل شيء بميقاته ان شاء الله. ان الله شاء الله يخليك. بنسعد ونتشرف بحضرتك. يزيدني شرف. الله يخليك. يخليك. والحقيقه امسيه جميله من امسيات خليك بالبيت الراقيه والجذابه. وطبعا هادية من الأصوات، يعني أنا شهادتي لها تبقى مجروحة. أنا هادية من الأصوات العظيمة في زماننا الحالي. طبعا اللي قدمته النهاردة يعني بيعبر عن صوت يحمل هذه الثقافات الغنائية المتعددة، صوت له أهمية خاصة. سمعنا يعني الغناء العربي القديم، الغناء التونسي التراثي المختلف المألوف وغيره، الموال، القصيدة، حتى الغربي، وأنا قبل كده ما سمعتهاش في اللون الغربي، أول مرة أسمعها النهاردة. وطبعا أنا اشتغلت مع هادية بالأغنيات المودرن الحديثة، منها من اللي هو يعني كان شوية يتسم بالشرقي، ومنها اللي هو الحديث. الحقيقة صوت هادية من الأصوات الجميلة القديرة. الواحد بيسعد وبيجد راحته وبيجد متعة خاصة في التلحين لها والشغل معها. الحقيقة أنا سعيد جدا باللي سمعته منها النهاردة، وهذا عهدي بها يعني من قبل. شكرا. شكرا يا أستاذ أمجد، ونحييك ونحيي كل مصر هوليود الشرق. شكرا. شكرا. ميرسي. الله يخليك. شكرا للموسيقار الأستاذ أمجد العطافي، أحد التوقيع المميزة في عالم الموسيقى العربية. طبعا أنا نحييه، وأستاذ كبير، وخذيت 3 أغاني من ألحانه في شريطي الجديد هذايا. نعم. أمل التريكي تونسية مقيمة في الكويت، بتسلم عليك وبتسألك إمتى رح ترجعي على الكويت. قريبا إن شاء الله، حسب بالتونسي. قريبا إن شاء الله عشان نجي للكويت وأطمن على الشيخ صباح ناصر الصباح اللي جات وعكة صحية، ونتمنى له الصحة والعافية ويخليه لأهله وبلده يا رب.
وبتتمنى منك انك تغني اغنيه تحت الياسمينه في الليل. تحت الياسمينة في الليل احنا هذه بالنهار مش مخلصين تحت الياسمينه. هذه أغنية من ألحان الفنان الكبير الهادي الجويني. وكذلك أنا ما كانتش عندي أغاني المرحوم الهادي الجويني، خذيتهم من الفنان الكبير اللي نحييه الفنان محسن الرايس. خذيت من عنده، هو عنده فونوتيك من الأغاني في بتاع العالم الكل، وخذيت من عنده الأغاني هذية ونسمعها مقطع من تحت ياسمينة في الليل. تحت الياسمينة في الليل ترارا نسمة والورد محاذيني. تحت الياسمينة في الليل ترارا نسمة والورد محاذيني. لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني. لغصان علي تميل تمسح لي في دمعة عيني. بمن تأثرت سيدتي من فناني تونس والوطن العربي في بداياتك في نشأتك الأولى؟ تأثرت بكل الفنانين الكبار، أمثال الست أم كلثوم والسيدة فيروز ونور الهدى والست صباح اللي هي أسطورة، وربي يطول في عمرها ويعطيها الصحة والعافية. بالفنانة الكبيرة عليا، الفنانة صليحة، الفنان المرحوم محمد الجاموسي، اللي أغانيه قعدت خالدة حتى أخيرا غنيت غنية للأطفال في مصر. يعني أغنيت أغنية من ألحانه، ممكن نسمع لك منها من ألحان الأستاذ محمد الجاموسي. نعم. وألحان وأغنية كذلك من ألحان الأستاذ ياسر عبد السلام للأطفال. نعم. طيب ممكن تسمعينا مقطع صغير قبل أغنية الختام؟ رح أوكي. نسرق دقيقتين محمد لأنه جاموسي وقت على الأطفال. نعم تفضل. أوكي. للأطفال. يطول عمرك يا أميمة يا حنينة، وتعيش يا بابا وتنور علينا. يطول عمرك يا أميمة يا حنينة، وتعيش يا بابا وتنور علينا. تعيشوا الاثنين ترارارا سنين وسنين ترارارا. تعيشوا الاثنين ترارارا سنين وسنين ترارارا. بيكم الدنيا تزهى وتحلى في عينينا. ألف شكر. غناء الفنان مبروك التريكي، باش ما نحبش نضيع حق حتى حد. بارك الله فيك. يعيشك. ذكر المشاهد الكريم إبراهيم سعيد أنه هو لبناني عايش على الذكريات. نحن اللبنانيين جميعا عايشين على الأمل هذه الأيام، على أمل أن يكون الآتي من الأيام أفضل. أنا نتمنى لكم من كل قلبي الله يحميكم ويحمي بلدكم، على خاطر لبنان يعني هي كما نقولوا عاصمة العرب، واحنا نحبوها برشا، وان شاء الله احنا نحبوا لكم الخير، وان شاء الله ربي يحميكم يا رب. تعرف نحن بنقول توانسي احفادنا باعتبار وانا لي كوزين من فينيقيا، لسه من لبنان. يعني فانت راجعه لعند اجدادك على لبنان. سيدتي اسمحي لي بس اذكر مشاهدينا بانه نحن بنلتقى معهم الاسبوع المقبل. قبل ما نسمع اغنيه الختام من حضرتك، وذكرهم انه ضيف الاسبوع المقبل هو احد يعني ابرز واهم شعراء الحداثه العربيه، الشاعر العربي الكبير ادونيس، ضيف الحلقه المقبله من خليك بالبيت. ولكن مسك الختام مع حضرتك وخذي راحتك. كل حال انا نحب نشكرك برشا على هالاستضافه، ونشكر كل من ساهم في استضافتي هذية من غير ما نذكر الاسماء، ونحييهم ونقول لهم راني نحبكم برشا. وبالنسبه لي معناها الاستضافه هذه حتكون لي محطه فنيه في حياتي، مسجلها في تاريخ حياتي الفنيه. تفضل.
دليل احتار ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليل احتار تغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشغول تغيب عني وليلي طول وفكري في هواك مشغول واقول امتى انا وانت حنتقابل نتقابل مع الايام واقول امتى انا وانت حنتقابل نتقابل مع الايام واقول امتى انا وانت حنتقابل نتقابل مع الايام مع الايام مع الايام وبين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليل احتار دليل احتار وحيرني